تلجت امبارح بالليل. النهاردة الشوارع زي ما انتم شايفين. السلام عليكم وصباحكم خير وسعادة. للأسف اصطبحت على خبر مش حلو قوي، وهو انه فيزا بريطانيا اللي كنت مقدم عليها اترفضت. ما ابدوش اسباب واضحة قوي. من ضمن الاسباب مثلا انه مش متأكدين اذا انت هتسيب بريطانيا بعد ما تخلص المنحة، اللي هو يا جماعة أنا ورايا حاجات لازم أرجع عشانها، ورايا ماجستير لازم أخلصه، ورايا شغل لازم أعمله. تقريبا ما الوثائق أو الدوكيومنتس اللي أنا قدمتها ما كانتش كفاية بالنسبة لهم تقنعهم إن أنا هرجع ألمانيا بعد ما أخلص الإكسشينج. فعملت إعادة طلب، لأنه للأسف ما تقدرش إنك تطعن في الطلب، ما تقدرش إنك تعترض يعني. ممكن إنك أنت بس تعمل إعادة طلب. فأنا عملت إعادة طلب وزودتهم بدوكيومنتس زيادة، ونستنى النتيجة. ولكن في كل الأحوال قدر الله ما شاء فعل. أنا كده برضو كنت حاطط في الاعتبار إنه ربما ترفض الفيزا، برغم كل أصحابي قالوا لي لا ده أنت هتتقبل على طول. بس أنا كنت حاطط ده في الاعتبار عشان ما أصدمش، يعني افرض ما جاتش، ربنا مش رايد، فعادي ما الواحد ما يحبطش يعني. بس فالحمد لله على كل حال، ودينا بنحاول تاني عادي. لسه برضه قاعد متلج لغاية دلوقتي، مش عارف إذا هتشوفه. المهم يا صديقي انه حبيت بس اشارك معاك الخبر، ولكن عادي مكملين يومنا. اروح اعمل فطاري وبعد كده ابتدي اشتغل عشان عندي شغل كتير قوي النهارده وعندي ميتينجز مهمة، وبالليل نبقى ننزل نتمشى ان شاء الله. حاليا انا بشتغل حاجة اسمها student job او وظيفة طالب، ودي بتبقى شغل بارت تايم مسموح لك انك انت تشتغله اثناء الدراسة، اللي هو بمدة لا تتجاوز 20 ساعة في الاسبوع. انا الحمد لله ربنا اكرمني باني لقيت وظيفة اونلاين ريموت مع شركة في فرانكفورت. النهاردة بالنسبة لي يوم عمل، فانا قاعد شغال. بعد كده نبقى نعمل ميتينجز ونكمل يومنا. Original design system, but it's without our brand adjustment. الحمد لله خلصت شغل. دلوقتي هنزل اشتري شوية حاجات. تلج في الشارع. دينا وصلنا المحل. Suppose one hadith I know. I know little bit Islam. I know. No, it's fine. Not like you, brother. It's your genetics that Allah blessed you with that. Alhamdulillah. It's blessed you with that. But that means you are greater than us. No, that means Prophet ﷺ said, you have more responsibility. Exactly, That means I you have have more more responsibility. responsibility. Exactly. Yes. Because I understand fully, so I have to apply Yes. the most. Most. Yeah, So, of the course. Prophet ﷺ said, no one is superior Better than the than black, than the Arab, or the Indian nations. Yes. There is no. Oh, So, only the way people good deeds. think. وبعدين عندنا ميتنج تاني عشان مسابقة هدخل اشترك فيها. هشرح لكم التفاصيل بعد الميتنج. I think you would have a better understanding of materials and how production, can be. Yeah, we can. Now we read it. Sure. We read what is it about. We know the actual criteria. Tomorrow we meet with concepts, and then we choose one idea and we develop it, and that's it. To have a quick workflow, because you will be busy and I will be busy. So yeah, we need to do it as fast as we can, while also of course like putting effort into it and stuff, but we need to be very efficient. المسابقة باختصار هي تصميم جايزة خاصة بالاتحاد الأوروبي، حاجة اسمها النيو يوروبيان باو هاوس. دي جايزة ليها علاقة بالتصميم والاستدامة وحاجات زي كده. فبس أنا هتعاون فيها مع واحد صديقي من الهند، وهنحاول إننا مع بعض نعمل فكرة جديدة. المفروض إننا نحاول نسلمها قبل نهاية الشهر ده إن شاء الله. فالواحد بيجتهد هنا وهنا، ودعواتكم. وعندي كمان تقييم بورتفوليو. هو أنا في الأساس ديزاينر، ففي واحد طلب مني إني أقيم البورتفوليو بتاعه وأساعده إنه يطوره. Because you have every page is different. Now you have changed the layout. The text went somewhere else, and the content went somewhere else. Have some more of a clear
Understood. layout or grid, because right now, for example, the composition of the page itself feels like slightly random. Whoever hiring, they scan it in like a few seconds, you know. So if you don't make it easier for them to follow or easier for them to read or understand, they would get confused and they wouldn't really finish or really understand what is it about. كنت ناوي أطبخ بس صديقي إزاز من باكستان عزمني عنده، فهروح أزوره ونشوف هنعمل إيه. Almost there. أنا ليه بتكلم إنجليزي؟ بدأت أسويتش أوتوماتيكلي. المهم إن إحنا قربنا جدا. إزاز الحمد لله ربنا كرمه ساكن في سكن الجامعة، وده حاجة حلوة جدا لأنه في قلب الكامبوس أو قلب الحرم الجامعي يعني. هو اسمه بالإنجليزي إزاز، بس أنا أظن والله أعلم إنه جاي من الاسم العربي إعزاز، عشان هما في باكستان بيحبوا يسموا أسماء عربي. أما نشوف محضر لنا إيه النهاردة. Hey man. Where is the light? Here. Okay, here. Now I can see it. Extremely cold. That is I don't know how to make it. Yeah. My focus for this year would be to learn German. Okay, why? Because I think without it you cannot survive here in Germany. That's true. That's very true, man. Okay, what are you hoping to achieve this year? Inshallah, of course. So I'm hoping to. That's kind of a hard question, actually. No, but what are you hoping to achieve? Like, for example, for me, I hope to finish my thesis and I hope to find a job. I hope to find a job. That's for sure. Yeah. Okay, another deep question. What is something that you regret not doing earlier? Like something that you wished, if my younger self did this, you know. I wish I should have come here earlier. But you never know. It's always unpredictable. Sometimes you plan things, but later on, God takes you in a different way. That is mostly better for you, you know. Yeah, like. At least from experience. No, that's my experience as well. Yeah. Because the turn of events, you cannot predict that. I want to ask you the same questions. What? What question? What do you have in mind for 2026? Okay, I was saying earlier to my friends, when I plan my year, I don't have the very specific plan and things like that. I have 3 main goals. I have tried this method before and it worked for me. To not put a lot of pressure on myself, you know, and to achieve realistic goals, basically. Focusing on 3 things in my life that I want to improve. So first one is better my relationship with Allah. That's a main goal for the whole year. I'm gonna just work on that. And second main goal is I want to start introducing running into my routine, because I barely exercised last year. And the third main goal is for my career, and it's finishing my master's and inshallah finding a job. That's it for this year. I don't want any more than that. What's happening these days? It's becoming trendy that I inspire the people. Like, it's not only you, the reason the one that told I tell you, like, remember we were talking, you told me like you got a job after you got the intention that you are gonna, you are ready, you are gonna get married. Yeah. And this is not the case for you only, but I've seen this. And over here, it's easy to get distracted. True. Rather than in Pakistan. True. So you need to basically save yourself. And for that, I think eventually I need to marry. So why not do it as early as you can? And obviously, being a Muslim, we believe that what is written for us, we'll get that. We just need to strive for that. Inshallah. The generous Mr. Aziz. Shay el-Pakistani, el-original, OG Pakistani Shay from this guy. هو ده اللي أنا جيت عشانه أصلا. Thank you bro
so No, much. That problem. was really like good. I appreciate it. دي الكلية بتاعتنا بس بالليل. بعدين ان شاء الله في فيديو تاني هبقى افرجكوا على الحرم الجامعي بتاعنا او الكامبوس كله، ولكن بالليل شكلها بيبقى عامل كده. وده الباو هاوس، احد المدارس الرائدة في المعمار والتصميم في العالم. خلصت مع ازاز، الراجل يعني اكرمني اخر كرم وعمل لي الشاي الباكستاني الجميل. دلوقتي بقى نروح البيت. ده المبنى بتاع قسم التصميم اللي انا بدرس فيه، وده شكله واحد لسه جاي جديد في المدينة. وده مبنى الجامعة الرئيسي بالليل. زي ما انتم شايفين الساعة دلوقتي 9 مساء واحنا في محطة القطر، مفيهاش أي نفر. أحد الحاجات اللي بحبها في الرساوة إنها مدينة هادية جدا جدا وصغيرة وحلوة صراحة، من أحسن الأماكن اللي ممكن حد يبتدي فيها في ألمانيا. أنا وإزاز قعدنا ندردش شوية في مواضيع زي الزواج والمستقبل واللي عايزين نعمله السنة دي، بس سألته برضه هو بيفكر في إيه وكده، وقال لي إن أنا كنت من أحد الأسباب اللي شجعته على إنه يبحث عن زوجة أو يقرر إنه يتزوج يعني. فالحمد لله صراحة أسعدني لما قال كده. بس أنا واحد من الناس أنا شايف إن الزواج أمر ضروري جدا جدا جدا، يعني زي ما الرسول قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لو أنت شباب وعندك القدرة مادية بدنية اقتصادية، توكل على الله وخد الخطوة. والخطوة دي برأيي بتبقى ضرورية جدا، أو بتزداد ضروريتها لما تبقى في بيئة زي البيئة اللي هنا فيها، يعني بيئة سهل إنك أنت فيها تنجرف هنا أو هنا. طبعا بتعتمد على مدى صلابة البني آدم وتربيته أو قدرته على التحكم في نفسه، ولكن الأولى طبعا إنه يتزوج عشان يعرف في نفسه، إنه يقع في أي حاجة مكروهة وكده. وربنا يعيننا جميعا. أحيانا بحس إن أنا الوحيد اللي بمشي بالليل في المدينة دي، يعني مش معقول يا جماعة. كل ما انزل اتمشى شوية نادرا ما الاقي حد في الشارع.